زيتونة رمضان. واحد صديقنا هو مسيحي، واحنا ماشيين من كام يوم بصينا كده لقيناه قاعد في مائدة رحمن. طبعا احنا يعني جالنا نوع من الانتهاش، يعني فقلنا يمكن فلس اليوم ده او حاجة، فما لقاش حاجة ياكلها فعدى على المائدة قعد فيها، فناديناه. هو ما اتهزت في شعره، يعني عادي. بصلنا كده وجالنا عادي، بيتكلم عادي خالص. ايه يا حاج انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ قال لك انا بحب اشارك اخواتي المسلمين في كل ركن في مصر في رمضان، في شهر رمضان الكريم ده. انا مش بعمل كده بس، انا في رمضان بصوم كل الشهر عشان احسس اصحابي او زمايلي في المسلمين في الشركة ان انا مشارككم في الشهر الجميل ده بكل مشاعري وحواسي وكل حاجة. انا بصوم الشهر بتاعكم وبصوم كمان الايام بتاعتنا احنا بقى كمسيحيين، فانا شغال هنا وهنا. قلت له لا، واقفة هنا. انت كده ولا كده؟ طبعا يعني هو لذيذ وسكر. هو خلاصة الكلام يا برنس الليالي وبرنسسة الجمالات، هو غرضه ايه من اللي هو بيعمله ده؟ بيقول لك انا بحب الشهر ده جدا، وناس كتير قوي زيي بتحبه مسيحيين، وانا بحب اشارك اخواتي المسلمين في الموضوع ده، في الصيام. بحب ده، وده بجد شعور حلو قوي قوي منه. وفي ناس كتير ممكن تكون بتعمل كده، بس انا قلت له المره الجايه ما اشوفكش قاعد في مائده الرحمن. بس هي دي اللي انا طالباها منك، يعني عشان دي في ناس تانية اولى. انا كنت بس عايز اقعد عشان احس بالروح معاهم وكده. قلت له لا، احس بالروح في حته تانية بس كده. فانا بشكره جدا على روحه الجميله دي، واخواتنا المسيحيين الجمال اللي بيشاركونا في حاجات كتير قوي في اعيادنا في السنه، واحنا كمان بنشاركهم في اعيادهم، واحنا كلنا واحد. فكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واحنا طيبين، ورمضان كريم علينا كلنا. السلام عليكم.